يا جماعة أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. بيراميدز وأسامة فيصل في كلام مع بيراميدز. في كلام مع بيراميدز. هل لعيب ممكن يروح بيراميدز؟ ممكن يروح بيراميدز، ممكن جدا كمان. في اتفاق تم نهائي مع النادي؟ لأ. كل لعيب خلاص، لكن مع البنك الأهلي لأ. فبيراميدز قريب من أسامة فيصل، قريب جدا جدا، في الوقت اللي كان الاهلي المفروض، او الاهلي كان عايز اللعيب. ولكن يعني البوصله دلوقتي رايحه اتجاه بيراميدز. اسامه فيصل اقرب لبيراميدز من الاهلي، واقرب برضه من الزمالك، يعني لو كان في كلام مع الزمالك. كان في كلام عن احتمالية لعب ماتش ودي لمنتخب المحليين، المنتخب بتاع الكابتن حلمي طولان، اللي هو هيلعب في بطولة كأس العرب مع سوريا في سبتمبر. ولكن الكلام ده اتقفل تماما. سوريا هتلعب ماتش واحد قدام الإمارات يوم 5، والمدرب الأسباني بتاع منتخب سوريا قال لهم هلعب ماتش واحد بس كفاية، مش هلاعب مصر. هو برضه كان قلقان، بيحسب إن هو هيلاعب منتخب مصر فيه بقى لعيبة جامدة والكلام ده كله، ميعرفش إن هو منتخب محليين من هنا. لكن هو في الأول وفي الآخر رفض. لكن قبل كل الكلام دوت، هو مش إن هو رفض ومش هو السبب الرئيسي. بسبب برضه منتخب مصر اتأخر إن هو يأكد الماتش، يعني فبالتالي سوريا قالت لك يلا، هي جت من عندهم. فبالتالي سوريا تلعب ماتش واحد، ومنتخب مصر لسه ممكن يلعب مع قطر، ممكن يلعب مع ماتش تاني، لكن أكيد هيلعب يعني. لكن سوريا مفيش سوريا خالص، ومنتخب محليين. توقف كأس الأمم هيتلعب فيها ماتشات كأس الرابطة في مصر. كان في عروض للأندية المصرية إنها تلعب ماتشات ودية في الفترة ديت، ولكن يعني الرابطة حجزت بدري بدري وقالت لك إن الفترة دي يا جماعة إحنا هنلعب فيها ماتشات كأس الرابطة. يعني الفترة بتاعة توقف كأس الأمم الأفريقية، نقول مثلا من نص 12 ولا حاجة لغاية بقى يعني ربنا يكرم منتخبنا، هيكون فيها ماتشات لكأس الرابطة.